السلام عليكم مشاهدي الكرام. مرحبا بكم في هذا اللقاء مع الأستاذ محمد الزروالي، الكاتب العام لجمعية أورو قاسيتا للتنمية والتضامن ببلجيكا ومدير قناة أورو عرب. سي محمد مرحبا. بعد بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي سخر لنا هذه الوسائل للتواصل والتبيان للأنشطة الجمعية من جهة. وقبل هذا أشكر الأستاذ محمد على دعوتكم وعلى غيرتكم على المنطقة، ودائما تسعون في خدمة البلدة قاسيتا وكذلك المناطق المجاورة وكذلك الإقليم. فلك جزيل الشكر من جهة، وكما أقتنم الفرصة لأقدم شكري لإخواني في مكتب جمعية أورو قاسيتا للتنمية والتضامن على أن أذنوا لي للمشاركة في هذا اللقاء، ولأمثلهم ممثل جمعية أورو قاسيتا للتنمية والتضامن، وتصريحي هذا هو يكون باسمهم وبموافقتهم. إن شاء الله تعالى أكون عند حسن ظنكم جميعا. بداية سي محمد، بصفتك كمؤسس للجمعية، وإن تعطينا واحد الرؤية نموذجية حول الجمعية كبطاقة تعريفية. نعم، أولا قبل الخوض في الجمعية أو في التعريف لجمعية أورو قاسيتا للتنمية والتضامن، ولا بد أن نستحضر المفهوم العام للعمل الإنساني والاجتماعي. فالله سبحانه وتعالى أودع في الإنسان في خلقه الفطرة السليمة، وهذه الفطرة الإنسان بطبعه يميل إلى استعمالها واعتمادها في الحياة العامة. فجمعية أورو قاسيتا للتنمية والتضامن هي ثمرة لهذه الفطرة السليمة. فلما يعني الجالية المغربية أو جالية جماعة ساف بأوروبا كانت لديها رؤية يعني تتعلق بكيفية تقديم يد المساعدة للمحتاجين وللمنطقة ولوطننا، فكان ولا بد أن يكون هناك إطار قانوني ينظم هذا العمل. فالحمد لله يعني تمت في أواخر عام 2018 تأسيس أو الدعوة إلى الجمع العام في بروكسل. حضره أكثر من 50 يعني شخص من أبناء الجالية من مختلف الدول الأوروبية. فالحمد لله يعني الجمعية حاولت أن تعتمد كما هو معلوم يعني أساليب العمل الجمعوي من أجل توفير ما تستطيع أو ما بمقدورها للبلدة قاسيتا وللمنطقة والساكنة، علما أن منطقة يعني تحتاج إلى الكثير، بخصوص أن هناك حالات إنسانية تحتاج لليد المساعدة. ونحن لا ننكر أن أبناء الجالية في أوروبا تقدم وتساعد دائما، الحمد لله. فهذا كما قلت فطرة سليمة في الإنسان. يعني فالجمعية استطاعت أن تشتغل بنظام آخر حتى تستطيع أن توفر حتى لأولئك المحتاجين في مناطق معينة، ربما هناك من لا يعرفهم ومن لا يستطيع أن يصل إليهم. فالجمعية الحمد لله استطاعت أن توفر يعني يد المساعدة في شتى المجالات. يعني حاليا أنتم كتستعدوا لانطلاق النسخة الثانية من برنامج الوسطى، واللي هي أو هو عبارة عن الحملة الطبية اللي غتكون شهر غشت المقبل 2025 بالمستشفى الإقليمي دريوش. سؤالنا سي محمد، وهو بغينا منك مقتطف من المراحل اللي مريتوا منها واللي أكيد خدت منكم وقت كثير للوصول لهذه المرتبة. شكرا سي محمد على السؤال. بالفعل كما أشرت إلى أن هناك تنظيم القافلة الطبية في نسختها الثانية. فالنسخة الأولى كانت عام 2023، الحمد لله كانت بنجاح بمعدل يعني جيد، واستفاد منها 75 شخص بالمنطقة. ومن ذلك الحين والجمعية تفكر في تنظيم نسخة ثانية. فنحن الآن في استعداد يعني لهذه القافلة، ستكون في سنة 2025. فهنا أغتنم الفرصة أن أقدم الشكر الجزيل لمندوبية الصحة
في التريوش، ولكل المسؤولين الذين ساهموا معنا ووفروا لنا هذا الفضاء، خصوصا علما أن القافلة ستحل بالمستشفى الإقليمي كما هو في القافلة السابقة. فلهم جزيل الشكر، وكذلك السلطات التي تسهر على إنشاء مثل هذه القوافل الطبية. فطبعا لتنظيم القافلة الطبية ليس بالأمر الهين كما يتصور ربما البعض، فهناك الكثير من العمل. فنحن باشرنا العمل تقريبا منذ 3 أشهر في إعداد الأرضية لإنجاح القافلة، بما فيه التواصل مع الفريق الطبي المكون من 25 طبيب وجراح وممرض سيأتون إن شاء الله تعالى من الدار البيضاء. وفي نفس الوقت هناك ضوابط قانونية لابد أن نمر من خلالها. هناك قنوات فيه رسائل إشعار وطلب إلى مندوبية الصحة وإلى العامل صاحب الجلالة بالإقليم، وكذلك على عدة جبهات حتى يتم إنجاح القافلة، لأن هناك عمل كبير وطويل وعميق لإنجاح القافلة. الحمد لله أن هناك إقبال من طرف المدعمين والمساهمين والمساندين لهذه للجمعية بصفة عامة، فلهم جزيل الشكر طبعا دائما. لولا وجودهم ولولا دعمهم ومساندتهم ما استطعنا أن نتحرك. إذا الحمد لله لحد الساعة نشعر أننا نجحنا في هذه العملية. سي محمد، بغينا نعرفوا منك التخصصات ديال الفريق الطبي والحالات اللي يمكن لهم يتسجلوا طبعا، وفين يمكن لهم يتسجلوا، مع ذكر عدد العمليات اللي غتكلف بها الطاقم في هذه المدة واللي هي 3 أيام. شكرا سي محمد على السؤال. بالفعل بخصوص القافلة الطبية، هي نسخة متطابقة مع النسخة الأولى، بمعنى أن جميع التخصصات التي كانت في النسخة السابقة هي نفسها وبنفس الترتيب. هناك عملية خاصة بحصى في المرارة اسمها زقاس إيزي، ثم الغدة الدرقية، الفتق، الكيس بالنسبة للنساء، ثم هناك أمراض النساء كذلك هناك عمليات للأطفال وعمليات بسيطة جراحية بسيطة. عملية الأطفال، عملية الأطفال هنا طفل لديه ربما يحتاج لعملية بسيطة، لا نقول الختان غير واردة، ولكن ربما الطفل يكون لديه مثلا البثور أو شيء من هذا القبيل جلدي، عمليات بسيطة. وهذا ولا بد أن تكون استشارة حتى يتأكد والد الطفل من أن هناك إمكانية للاستفادة من هذه القافلة، ولا بد أن تمر كل هذه الحالات. الناس التي تريد أن تستفيد عليه أن تلتحق بالمستوصف الطبي في الإقليم تريوش. كل المراكز الصحية لديها هذا الجدول العمل، وتصنف هذا النوع نوع العملية هل متوفرة أم لا. نعم. عدد العناصر اللي غيكونوا في هذه القافلة، السؤال واش هما مغاربة أو أجانب أو لا مغاربة كيشتغلوا خارج الحدود؟ بخصوص الفريق الطبي هم كلهم مغاربة ويشتغلون هنا في المغرب، من الدار البيضاء والمناطق. ليس معنا أطباء من الخارج، كلهم مغاربة، والحمد لله هم تقريبا نفس الفريق الذي كان في النسخة الأولى. بالنسبة للناس التي استفادت سبق وتعرفنا عليهم من خلال البرنامج السابق. بالنسبة للمريض سي محمد، واش من بعد العملية، مع إجراء العملية، واش غيكون عنده شي تتبع، ثم من هو المسؤول اللي غيتكلف بالتتبع ديال الحالة المريض بعد إجراء العملية؟ نعم أكيد أستاذ محمد.
بما أن العملية ستكون في المستشفى الإقليمي، يعني حتى نحدد للمتابع لهذا البرنامج أنه العملية ستتم داخل المستشفى الإقليمي بالدريوش. وهنا إذا كانت هناك حالة مثلا تحتاج لتتبع بعد يعني بعد العملية، فطبعا يبقى هناك تتبع من طرف الجمعية من جهة، ومن طرف فريق الأطباء يعني الجراح عن طريق الجمعية، والعلاج والتتبع سيكون بنفس المستشفى. بما اننا كنتكلموا على الانشطه ديالكم اللي كتخرج دائما الحيز الوجود، يمكن لنا كمتتبعين او كمهتمين لهذا الشان وكذلك كساكنه اننا نطلع على المستجدات او المشاريع اللي خدامين عليها حاليا. ثم السؤال اللي غيكون موجه للراي العام والمشاهد الكريم، شنو هو الدور ديال المجتمع المدني من اجل تنزيل هذه المشاريع وانجاحها؟ نعم سي محمد، السؤال وجيه بخصوص البرنامج الذي تشتغل عليه الجمعية حاليا. دائما لدينا عدة مشاريع في الحقيقة، ولكن دائما الجمعية تتحرك وفق الطاقة. إذا كان هناك دعم، يعني هذا ربما ستكون فرصة يعني كنداء للجالية، جالية جماعة سبت، وأقول جالية إقليم الدريوش مثلا، حتى تنخرط في العمل الجمعوي وتتصل بالجمعية وتساهم وتساند، لأن المشاريع كثيرة وهناك تطلعات أكبر أن تكون للجمعية يعني مستقبل، أن تقدم الكثير للمنطقة، ولكن هذا يتزامن أو بالموازاة مع الطاقة يعني المالية. إذا كان هناك دعم طبعا سنتحرك. فالجمعية حاليا تشتغل كما قلنا على القافلة الطبية، هي بالفعل تحتاج الكثير من الدعم والعمل، وفي نفس الوقت كما تعلمون أن هناك تنظيم مسابقات قرآنية رمضانية، يعني كل رمضان وإلا تكون هناك، وإن شاء الله هذه ستكون النسخة الخامسة في المسابقة في رمضان إن شاء الله، ما هي إلا شهرين إن شاء الله سيحل علينا رمضان، شهرين أو 3 أشهر، نعم 3 أشهر تقريبا. ثم هناك تطلع بأن تكون هناك تنسيقية مع الجمعيات. هذا الطرح يعني وارد عند الإخوة في المكتب، ولما لا تكون، لأن علما أن هناك جمعيات نشيطة في أوروبا تابعة للمنطقة، ولكن هي تتمركز تتمركز يعني تهتم فقط بالدواوير أو يعني في منطقة معينة. فالجمعية لديها تصور إذا كان هناك إمكانية أن ننسق فيما بيننا حتى نعطي الأكثر بالتعاون وبالتنسيق بين الجمعيات، نقدم أكثر للمنطقة، ويكون هناك نوع من يعني نقول من العدل، لأن هناك جمعيات نشيطة تشتغل في منطقة معينة أو في دوار يستفيد سكانها بالدعم في المناسبات الأعياد وفي رمضان وإلى غير ذلك، ولكن هناك مناطق يعني دوائر أخرى لا نشاط ولا دعم ولا شيء. ونحن نفكر إذا كان هناك إمكانية أن نستثمر أو ننسق فيما بيننا حتى نستطيع أن نصل حتى إلى تلك القرى المهمشة أكثر، يعني من خلال العمل الجماعي، حتى هي أيضا يصلها نصيب وتستفيد من الدعم. سي محمد، كلمة أخيرة للمشاهد الكريم. شكرا سي محمد. أكيد نعم، قبل أن أوجه الكلمة للمشاهد أوجه الكلمة للجالية خاصة، لأن المشاهد الكل ستشاهد. الكلمة موجهة للجالية جماعة سبت بأوروبا. أدعوكم أن بلدتنا أو بلدنا بصفة عامة يحتاجنا أن ندعم ونساند ونساهم بإنجاح أو بخدمة الصالح العام. المنطقة يعني معروفة، لا ننكر يعني الحالات الإنسانية وإلى غير ذلك، فالناس
تقدم طلب تريد أن توفر الإقامة أو السكن، وأنتم تعلمون يعني المنطقة البرد والشتاء وإلى غير ذلك، وهناك حالات مرضية تحتاج للتدخل للعمليات، يعني تحتاج لمال كثير. فأرجوكم وأدعوكم، فأكيد كما أشرت في البداية أن هناك فطرة الله سبحانه وتعالى ودع فينا هذه الفطرة الحسنة، فلا بد أن نستمر. وأدعوكم أن نوظف هذه الطاقة بما ليس بالضروري أن تساهم بالملايير، فقط ابحث عن مجال للمساهمة ب10 يورو، 1 يورو لا يوم. يعني الأهم أن تنخرط، أن تكون سببا في إيصال هذه أو لإحياء هذه النفس، أو لتوفير إقامة يعني آمنة لأسرة وإلى غير ذلك. فالرجاء أن تتكاتف الجهود، ليس بالضرورة أن تكونوا مع جمعية القسيطة التنمية، لا، نحن الحمد لله من أراد أن يساهم ويدعم فأهلا وسهلا ومرحبا. تكون في المكتب الجمعية وتتابع كل الأنشطة وتتابع الملفات، فأهلا وسهلا، ونرحب بكل الجالية يعني التابعة لجماعة سف بأوروبا وبإقليم دروش. فسيكون لنا شرف بانخراطكم وتعاونكم، ولكن أدعوكم أن تنخرطوا في هذا المسار العمل الخيري، ولكم جزيل الشكر. وأدعوكم أن تساهموا بنشر هذا المقطع، لأن هناك ما يسمى بالدال على الخير كفاعله. فإن لم تستطع يعني تقديم شيء ما، فعلى الأقل أن تنشر هذا المقطع. القناة تساهمون في إرسال هذه الرسالة لكل سكان المنطقة، أولا لتستفيد من العملية الطبية، أو من القافلة الطبية. أكيد سيكون عندكم يعني شخص ربما في المنطقة وإن لم تكونوا تعرفونه، ولكن لما تصله الرسالة فسيكون لك الأجر أنك ساهمت في نقذ هذه الحالة، وتستفيد إن شاء الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكلل كل عملية بالنجاح، وأن يفرج على الجميع إن شاء الله تعالى. شكرا أستاذ محمد، وتحية لإخواني في مكتب جمعية قسيطة التنمية والتضامن، وكل من ساهم في جميع الملفات التي تشتغل عليها الجمعية. سي محمد، شكرا على كل التوضيحات. مشاهدي الكرام، شكرا على حسن المتابعة، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.